هم عرب، وأنا تكلمت قلت العرب النسبا، نعم العرب ما هو لسان أيضا، هذا أبي أوضح. احنا نتكلم على موضوع أول ما نزل إسماعيل من الشام، يعني احنا شلون نكذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال تعلم العربية منهم؟ يعني هل يعقل إسماعيل عليه السلام يتكلم العربية ويتعلم العربية مرة ثانية؟ فهمني، أنا رجل ما أعرف شيء، فهمني أنت لو تكرمت. أو أنه اللي تعلم العربية منهم شلون تعلم العربية، ومنهم هذول اللي هم تعلم العربية إسماعيل عليه السلام منهم. احنا نتكلم على بداية المسألة. أما العرب الباقية العدنانية والقحطانية اليوم عرب، ما نختلف على ذلك، لكن يا أخي في عرب عاربة وفي عرب مستعربة. الأمر الآخر إن كانت العربية لغة، أنا بأسأل سؤال، العربية لغة زين، جاء اليوم واحد، احنا اليوم 1446 2024، جاء رجل من الشعوب الأعجمية وتعلم العربية، هل أصبح عربي؟ هذه العربية لسان، خلاص احنا نفتح بوابة العربية إلى مصراعيه إلى قيام الساعة، كل من يتعلم العربية عربي. يعني الأفريقي، مع احترامي يا أخوان لجميع الأجناس والأعراق في المعمورة، يعني اليوم إذا يجي واحد من جنوب أفريقيا أو من موزمبيق، أو يجينا واحد من كولومبيا، أو يجي واحد من الهند أو من تايلاند ويتعلم العربية، ما هو عربي إطلاقا، لا شهرة ولا استفاضة ولا يعني أصبح عربي. وزين، والمؤرخين الأوائل وأصحاب المدارس والنسابة اللي قالوا سام أبو العرب، يعني من سام وتحت العرب انحصرت، يعني ما بين الباقية وما بين البائدة، وحصروا العروب ما بين البائدة والباقية في 3 من أبناء سام. اللي كتبوا هذول أنا وين أودي كلامهم؟ لكن الله المستعان. بس والله يا دكتور يا حبيبي، ما ايش باخذ معك يا شو. انت يمكن عليك مأخذا بسيطا، ربما يعني هذا الشيء الذي جعل الناس يتحسسوا منك. انت دائما يا اخي تعرج على مسألة العرب العاربة العاربة. انت متى ستفتح صفحة في العرب المستعربة يا اخي؟ ما سمعناك يا اخي في يوم من الايام تكلمت عن دائما العرب العاربة.